السلام عليكم يا جدعان، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا زي ما انتم شايفين السيت اب متغير، وده لان الدراسه بدات وانا حاليا في السكن، فاعذرونا على السيت اب المتواضع ده. ويلا بينا نبدا. الموبايل اللي هنتكلم عليه النهارده هو يستاهل انه يتقال عليه اجمد موبايل نزل السنه دي، خصوصا انه نازل عشان يخبط في ملك الموبايلات وهو الايفون 17 برو ماكس. بدايه كده من الاسم، الشركه مسمياه شاومي 17 برو ماكس. في الفيديو ده هنتكلم عن كل تفصيله في الجهاز، من اول التصميم والشاشه والكاميرات لحد ما نوصل للأداء والبطارية. وهقول لكم أهم المميزات والعيوب اللي موجودة فيه، وهنشوف هل فعلا الجهاز ده هيتفوق على الآيفون ولا لأ. طيب بالنسبة بقى للتصميم، طبعا ده موبايل فلاج شيب، فأكيد الخامات اللي جاي بيها لا غبار عليها. عندك ظهر من الإزاز وحواف معدنية لما بيتجمعوا مع بعض بيدوك ماسكة فخمة جدا في ايدك. ولكن أكبر حاجة اللي انت خدت بالك منها والحاجة اللي بتصرخ فعلا في التصميم، وهي الشاشة اللي في ظهر الجهاز. الشاشة دي حرفيا نقلت تجربة الاستخدام لليفل تاني. زي ما انتم عارفين كل فترة والتانية بتطلع اختراعات جديدة في عالم الموبايلات، وأغلب الاختراعات دي بتبقى اختراعات فاشلة، آخرهم زرار التصوير بتاع أبل. ولكن اللي عملته شاومي السنة دي في الشاشة دي أنا شايفه من أكتر الحاجات المفيدة اللي اتعملت في تاريخ الموبايلات. اول حاجه مخليها شكل الموبايل روش جدا، وغير كده بقى انت تقدر دلوقتي تاخد كواليتي اعلى بكتير في الصور السيلفي، لانك هتستخدم وحده الكاميرات الخلفيه. وكمان بقى لو واحد بيصور فيديوهات او كونتنت زي حالاتي وبيستخدم الموبايل، فده هيبقى اختراع بالنسبه له، لان انا عن نفسي ما بعرفش اصور غير وانا شايف نفسي. يعني انا حاليا وانا بصور بالكاميرا الاماميه بتاعه الموبايل بتاعي اللي بالمناسبه هو شاومي، فاكيد بخسر شويه كواليتي من التصوير عن لو استخدمت الكاميرا الخلفيه. الكلام ده بقى مش بيحصل في الموبايل اللي بنتكلم عليه النهارده، وده لانك يا باشا بتفتح الكاميرا وبتشوف نفسك على طول على الشاشه الخلفيه. ملك. طيب نسيبنا بقى من الشاشه الخلفيه دي دلوقتي، عشان لو اتكلمنا عليها مش هنخلص. هنتكلم بقى عن الشاشه الاماميه. فانت عندك شاشه اموليد LTPO بمقاس 6.9 انش. فبالنسبة للناس اللي بتحب الشاشات الكبيرة، الموبايل ده شاشته من أكبر الشاشات الموجودة في السوق. زي ما قلنا إن الموبايل ده شاشته أموليد، فهتديك ألوان خرافية. شاشة بمستوى سطوع 3500 نيتس، وبتيجي بتردد 120 هرتز، يعني هتديك سلاسة في الاستخدام، وكمان أداء في الألعاب خرافي. يعني هتشغل لك بابجي على 120 فريم مرتاح. في بقى معلومة نسيت اقولها لكم عن الشاشة اللي ورا اللي في ظهر الجهاز، ان الشاشة دي كمان بتيجي 120 هرتز. وده ليه بقى؟ لان الشركة اخترعت جراب بيكون فيه كنترولر يخليك تلعب العاب على الشاشة اللي ورا، حاجة كده زي الاتاري بتاع زمان. طيب احنا عاملين نتكلم عن الالعاب والكلام ده، ولسه ما اتكلمناش عن الاداء بتاع الجهاز. ولكن قبل ما نتكلم عن الاداء بتاع الجهاز، فانت طالما وصلت هنا فانت حبيبي، وعايزك تكمل دعمك لينا وتخطف بصباعك كده زرار لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نكمل. عايزك بقى تركز معايا دلوقتي، لان الموبايل ده جاي بمعالج سناب دراجون 8 جين 5، وشاومي هي اول شركه تستخدم المعالج ده في موبايلاتها، وده يعتبر اجدد معالج من سناب دراجون، وهو اقوى معالج في العالم حاليا. وعشان تبقوا فاهمين شاومي سابقه ازاي في المعالج ده المفروض ان هو اللي هينزل السنه الجايه في الاس 26 الترا. وكمان الجهاز بيبدأ من 12 جيجا وبيوصل ل 16 جيجا رام، وتخزين 512 او 1 تيرا. وكل ده بيجي بسعر مفاجأة هقول لكم عليه في آخر الفيديو. طبعا جهاز زي ده بالإمكانيات دي أي لعبة هتيجي قدامه هيشغلها بكفاءة عالية جدا، وكمان برامج المونتاج والتصميم والحاجات دي برضو هتشتغل عليه تمام جدا. ننقل بقى لواحدة من أهم المميزات اللي في الجهاز ده، وهي وحدة الكاميرات. وعندك في الموبايل ده 3 كاميرات. أول عدسة، العدسة الأساسية وهي 50 ميجا بكسل، عن تاني عدسة وهي العدسة التليفوتو برضو 50 ميجا بكسل، تالت عدسة وهي العدسة الوايد انجل وبرضه 50 ميجا بكسل. وحدة الكاميرات في الموبايل ده جاية بالتعاون مع شركة لايكا، وهي واحدة من الشركات الرائدة في عالم التصوير. وعندك كاميرا أمامية برضه 50 ميجا بكسل. بصراحة أداء الكاميرات هنا جبار وممتاز، ولكن طالما احنا بنقارن الجهاز ده بآيفون فلازم بصراحة نقف شوية. الجهاز ده في الزوم هيتفوق بشكل كبير جدا على الآيفون، ولكن في بعض الحاجات اللي مش هتفوق فيها، زي مثلا الدايناميك رينج. فالدايناميك رينج في الايفون هيكون احسن بفرق بسيط عن الموبايل ده. وكمان حاجه زي السكين تون او لون البشره برضه في الايفون هيكون احسن بفرق عن الموبايل ده. وكمان حاجه زي تصوير الفيديو برضه هيكون فيها تفوق بشكل كبير بصراحه للايفون. لحد دلوقتي شئنا ام ابينا مفيش شركه في عالم الاندرويد قدرت انها تضاهي قوه ابل في تصوير الفيديو. ولكن زي ما قلت لكم من شويه الفرق مش كبير قوي او مش مهول. يعني مثلا لو هو هنا فالموبايل التاني هنا. بالمناسبة جهاز الشاومي 17 برو ماكس مقاوم للماء والأتربة بمعمارية IP68، والشركة بتقول إنك ممكن تغوص بيه لحد عمق 6 متر تحت المية، والموبايل يفضل شغال لمدة نص ساعة. ودي طبعا حاجة هو يتفوق بيها عن الآيفون وكمان حتى السامسونج S25 الترا. طيب بالنسبة بقى للبطارية، فأنت عندك واحدة من أكبر البطاريات الموجودة في الفئة دي في السوق،
بطارية 7500 ملي أمبير. بطارية أكبر من موبايلات سامسونج وأكبر من موبايلات أبل، وممكن تقعد معاك في الاستخدام لمدة يوم ونص عادي، بس الأكيد إنها تقعد معاك لمدة يوم كامل حتى لو استخدامك تقيل. طبعا أنت عندك بطارية كبيرة فأكيد هيلزمك شحن سريع. الموبايل ده بيجي معاه شاحن بقوة 100 واط، شاحن زي ده هيكون كافي جدا وممتاز على الموبايل ده. بالنسبه بقى لعيوب الجهاز ده فانا والله مش لاقي فيه عيوب، غير طبعا انك متعرفش تشتريه. ولكن يعني لو هنحفرك كده عشان نلاقي له عيب، فالعيب اللي نقدر نقوله هو ان الموبايل ده وزنه تقيل شويه. الموبايل ده وزنه 219 جرام، يعني شويه وهيدخل على ربع كيلو. ولكن خلاف كده انا مش شايف ان الموبايل ده فيه عيوب نهائي. طيب هل الموبايل ده يتفوق على الايفون 17 برو ولا لا؟ انا عايزك تقولي رايك انت في الكومنتات. هل انت فعلا شايف ان الموبايل زي ده هيأدي وهيقف راس براس ضد 17 برو ولا لا؟ انا من وجهة نظري المتواضعة شايف ان الموبايل ده هيأدي جدا وهيتفوق كمان على 17 برو، ولكن لو انت هتتغاضى عن نقطة تصوير الفيديو، لان بصراحة الايفون يتفوق فيها وبشكل ملحوظ. طب يا جماعة معلش حاجة أخيرة بس عشان نسيت أقولها في الفيديو، سعر الموبايل ده بيبدأ من $1000. زي ما قلت لكم إن ده يعتبر موبايل فلاج شيب، فبالنسبة للإمكانيات اللي هو جاي فيها أنا شايف بصراحة إن سعره كويس. وبس كده خلصنا فيديو النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وربنا يرزقكم الخير كله، وأشوفكم الفيديو الجاي.